السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص انتهت أول مباراة للنادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا. تعادل 1-1 مخيب للآمال طبعا، بيبعدنا بشكل كبير عن سباق الدوري. اللعيبة النهاردة عملوا، يعني مش عايز أقول عملوا كل اللي عليهم، ولكن اجتهدوا وحاولوا من أول دقيقة لآخر دقيقة. ولكن طبعا في فرق بين السرعة وبين التسرع. اللعيبة كانت متسرعة في إنهاء الهجمات. الكل عايز يجيب الهدف، طبعا ضغوط 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 ضغوط. ولكن انا مش هتكلم عن اداء اللعيبه، ولا هتكلم عن المدير الفني، ولا هتكلم عن اي حاجه خالص. محدش اثر بصراحه النهارده. ولكن انا هتكلم عن الحكم. سيبكم من ضربه الجزاء اللي في اخر المباراه. ضربه جزاء ما يختلفش عليها اتنين. يعني الحكم هو بيشوفها في الفار، انا قعدت احلف واقول ضربه جزاء وهتحسب ضربه جزاء، والدنيا كلها كانت بتقول ضربه جزاء ومفيش اي حاجه، ثم نتفاجأ كلنا ان الحكم يقول مش ضربه جزاء. ولكن مش هكلمكم على ضربه الجزاء. الحكم اصلا من اول دقيقه في المباراه هو باين نيته، والحكم معروف، الحكم اللي اسمه وفا ده، محمود وفا ده، ان هو اصلا ميوله تبع مين وتبع الزمالك من قبل المباراه. وكان في اعتراضات عليه اصلا من النادي الاهلي، ومعرفش النادي الاهلي واداره الاهلي ضعيفه كده ليه. خلاص احنا عاد اي حد بيدينا على قفانا، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الدولي، كله. حتى لما اتحرمنا من جمهورنا قدام الترجي، الاداره ما عملتش حاجه مع الاتحاد الافريقي، وقدمنا شكاوى وما حدش رد عليها، وبرده خدنا على قفانا وما فيش اي حاجه حصلت. فما عندناش بنستغرب يعني. فطبيعي ان اتحاد الكوره يلبسنا في حكم زي ده، حكم كل كوره يحسبها فاول للسيراميكا. اللعيبه بتضيع وقت السيراميكا، ما فيش انذارات. محمد بسام حارس مرمى سيراميكا النهارده ضيع وقت يعتبر اكتر من شوط كامل. يعني مش عايز اقول يعني مش شوط بالمعنى الحرفي، ولكن كل كوره ياخد وقته ويتمطع وينام له ساعتين وبعدين يلعب الكوره. والحكم ولا هو هنا ما خدش حتى انذار اصفر، رايح يشوف ضربه الجزاء بعد ما قعد يتكلم مع الفار يجي فتره، وفي الاخر راح شافها قعد فترتين، وفي الاخر قال لك ما فيش اي حاجه وحكم على الله حكايته. والصلاه على النبي يعني نازل عارف هو عايز يعمل ايه. ضربه جزاء ازاي هيدي ضربه جزاء للاهلي في اخر دقيقه الاهلي يكسب بيها؟ لا، ما هو التعليمات مش كده. التعليمات ان الاهلي يا يتعادل يا يخسر، انما ان هو يكون هو السبب ان الاهلي يكسب، لا حاشا لله، يعني عيب وحرام. ازاي؟ والسبوبه تروح فين؟ واضحه جدا وما يختلفش عليها اتنين. هلاقي بقى في ناس كتير عامله نفسها بتفهم ويقول لك ده ضربه مش ضربه جزاء، وناس تانية تقول لك ده اللاعب ما كانش مش متعمده، واللاعب ما نطش عليها. وهي سلام، يعني انا هستنى اللاعب اروح اقول للاعب بتاع سيراميكا معلش نط على الكوره عشان تتحسب لي ضربه جزاء؟ كوره ملعوبه عرضيه، ما فيش حاجه اسمها مش متعمده. لما الكوره تيجي في دراع اللاعب زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده وما تعديش، تبقى ضربه جزاء. هي ايد اللاعب ما وقفتش الكوره؟ يعني الكوره دي لو ما جاتش في ايد اللاعب كده بالمنظر ده مش هتعدي؟ مثلا ممكن تبقى فرصه هدف، ممكن تروح مثلا للاعب في النادي الاهلي يحطها جون. ما فيش حاجه اسمها مش متعمده. هو انا اتمشى كده في ال 18 والكوره تيجي في ايدي عشان الكوره ما تبقاش متعمده؟ واضحه النيه. بقول لكم هو رايح احنا قاعدين نقول له روح للفار روح للفار، ولما راح للفار خلاص احنا كلنا اعتمدناها ضربه جزاء. ثم الاقي الصدمه، صدمه غريبه عجيبه. بص الاقي الكره، الاقي بيقول لك ما فيهاش اي حاجه. عايزين تدوا الدوري للزمالك ادوه له، وما نلعبش بقى الست مباريات ولا نلعب اي حاجه. عايزين تدوا البيراميدز نفس الكلام ادوه لهم، ولا نلعب بقى ست مباريات ولا نلعب بقى دور تاني ونريح بقى اللعيبه ونمشي المدرب خلاص، نقول له الموسم انتهى على كده، بدل ما احنا مغلوبين على امرنا وسايبينه عشان الشرط الجزائي، ونقول له خلاص الموسم عندنا الحمد لله انتهى. انما كده مش هينفع. اللعيبه النهارده في تسرع في الاداء لحد ما لبسنا هدف. مصطفى شوبير انا مش عارف والله. مصطفى يعني انت حارس المفروض موهوب، يعني كره زي ديت المفروض بتطلع بايدك العكسيه وتشيل الكوره، يا اما بنفس الايد وتشيلها على الجنب. انما انت هتتعادل من الشناوي يعني بحكم ان انت تتدرب معاه، بتمسك لي بتصد له الكوره لجوه. يعني انتوا خلاص انت والشناوي بقيتوا تخصص ان انتوا تشيلوا الكوره من بره الملعب تدخلوها في المرمى. ولكن برضه انا مش هقسى على مصطفى، لان برضه يعني نوير غلط وبوفون بيغلط وكل الحراس الكبيره في العالم بتغلط يعني، وان شاء الله ما تتكررش. ولكن هي خلاص يعني المباراه تحس ان مش حتى الجون جاي في اخر الماتش. جمهور النهارده بصراحه احسن حاجه في النادي الاهلي. الجمهور النهارده يشكرهم، وانا حزين على حزنهم، الناس اللي سافرت وراحت وقضت اليوم كامل عشان تدعم الفرقه دي. ولكن الفرقه ديت محتاجه
دعم الهي، محتاجه توفيق من عند ربنا، ومحتاجين ان هم يموتوا على الكوره. تعادل خلاص اتعادلنا، ولكن لسه الكوره في الملعب، لسه نقدر نفوز بالدوري. الزمالك هيقع وبيراميدز هيقع واحنا لسه هنلاعبهم، ولسه المشوار طويل. 5 مباريات في عالم كره القدم قريبه وتعتبر احنا بنبعد. النهارده فقدنا نقطتين، كنا فاقدين قبل كده 3، بقوا 5 نقاط. طبعا بعد ما كانت اللعبه في ايدينا بقت في ايد غيرنا دلوقتي، مستنيين الفرق الثانيه تعمل لنا مفاجآت، ومحتاجين ان احنا نكسب ال5 مباريات اللي من ضمنهم هنلاعب الزمالك وهنلاعب بيراميدز. فالامور يعني اصبحت اصعب، واللي يفوز بالدوري ده في علم الغيب، ولكن انت محتاج مجهود مضاعف. مش هنسلم الرايه ورا النادي الاهلي وهندعم النادي الاهلي، ولسه مباريات مكمله. وان شاء الله انا عندي ثقتي وعندي امل في ربنا ان شاء الله البطوله في الجزيره، البطوله في النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا ما برضاش بالظلم. واتمنى اداره الاهلي بقى تفوق وتتعامل مع الحكام بطريقه خشنه، وتتعامل مع الحكام بصرامه، وتنزل بيان وتبعت جواب، يا اما ننسحب من الدوري ونريح نفسنا، لان مش هنلعب بالماتشات، اللعيبه مش هتموت نفسها ويجي حكم زي ده يخسرنا ال3 نقاط. احنا ممكن نكون قصرنا في الاداء النهارده، ممكن نكون مش موفقين، ولكن مش هيبقى التوفيق والحكم. فلازم الاداره تاخد اجراءاتها السليمه، ولازم يبقى في عنف، ولازم الكل في مصر واتحاد الكوره والحكام وكل الناس والفرق المنافسه يعرفوا ان الاهلي له اداره قويه وله ايد من حديد، ومش هنسمح باي حاجه تقلل مننا او اي حاجه تحرمنا من البطوله المفضله لينا، الدوري المصري. ولو انتم ناويين ان انتوا تدوها لحد، خلاص يبقى احنا بلاش منا وما نلعبش البطوله ديت وما نكملش الدوري وخلاص وننسحب وريحونا. اتمنى من اداره النادي الاهلي الكابتن سارح حفيظ ومستر ياسين منصور، باعتبار طبعا الخطيب بره الليله، بتمنى ان هم ياخدوا اجراء شديد اللهجه دلوقتي حالا، وما نستناش لبكره على ما نعمل لجنه واجتماعات ومش عارف ايه، وبيان ينزل صارم لكل الناس. هي ضربه جزاء، هتختلف بقى وتقول لي مش ضربه جزاء، هي ضربه جزاء. اقل حاجه الكره لو عدت زي ما انا قلت لكم كانت ممكن تروح للاعب من النادي الاهلي ويسجلها هدف. خلاص تعادل عدى، ومباراه عدت بكل الحلو والوحش اللي فيها. ان شاء الله 5 مباريات قادمين نقدر نرجع ونقدر نفوز بالدوري، والكره لسه في الملعب. وافتكروا كلامي ده، وبقول لكم الاهلي هياخد الدوري باذن الله باذن الله باذن الله. وبشكر كل اللعيبه النهارده اللي كانت رجاله في الملعب، المدير الفني اللي قاعد بيعمل لي شويه رياكشنات على الخط. انا مش عارف بصراحه هو المدرب كويس ولا وحش، ولا انت عارف هو بيعمل ايه، ولكن انا ماليش دعوه بالمدرب دلوقتي. هي كره لعيبه وكره جمهور، وزاد عليها النهارده التحكيم. فربنا يستر، وان شاء الله الدوري في الجزيره زي ما بقول لكم، وان شاء الله المباراه القادمه نفوز ونحصد الدوري باذن الله. والدوري ان شاء الله في الجزيره، لان النادي الاهلي نادي كبير وياما اتحط في الضغوطات ديت، ولكن اتمنى الاداره تكون هي سند وظهر لينا في الفتره دي، لان فعلا الامور ماشيه في سكه مش حلوه. ومش عايز اقول مؤامره، مش عايز اقول ان الناس كلها جايه علينا، لان ده مش كلامنا ودي مش لهجتنا، ودايما بنكسب في الملعب. بشكركم وانتظرونا ان شاء الله في لقاءات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.